صباح الخير والسعادة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنزور معلم من المعالم الأثرية القديمة النادرة جدا. دايما معروف لما بنقول مساجد نادرة أو مساجد أثرية بيبقى تمركزنا كله أو فكرنا كله بيروح للقاهرة، وفعلا القاهرة هي بلد الألف مأذنة. لكن لو احنا بصينا في المدن التانية زي مثلا فوة هنلاقي فيها مساجد أثرية بترجع للعصور الأموية والعصور العباسية والفاطمية، وكمان هنلاقي كمان برضو اسكندرية وبرضو أماكن تانية. المهم ان احنا النهاردة في مكان في محافظة أنا ما دخلتش إن فيها آثار أصلا، زي محافظة كفر الزيات أو مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، وبالتحديد في قرية إبيار. هنزور النهاردة مسجد، هو مسجد أحمد البجم، اسمه كده أحمد البجم. عمره تقريبا حوالي 900 سنة، يعني 9 قرون. المسجد هنا شهد زخم علمي ودعوي فريد جدا، وهو بيعد ان هو اقدم مؤسسة لتدريس العلوم الشرعية والفقهية في المذاهب الاربعة، وهو بيعتبر نسخة طبق الاصل من رواق الجامع الازهر الشريف. تم انشاء المسجد سنة 1231 ميلادية، 629 هجرية، واللي أنشأه الفقيه العالم ضياء الدين رضوان ابن الشيخ أبي محمد الخضر. والمسجد ما تسماش بقى باسمه ليه؟ لأن هو المسجد بعد كده اتجدد على إيد الشيخ أحمد البجم، اللي هو جدده سنة 1031 هجرية 1622 ميلادية. وجامع أحمد البجم كان في الأساس مدرسة كان بيدرس فيها العلوم الفقهية وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة أن طبعا كان بيدرسوا فيها العلوم الأزهرية على إيد طبعا كبار العلماء والفقهاء في الوقت دوت. وفضل كده مدرسة لحد ما اتهدمت واتجددت عمارتها كجامع بقى، يعني هي كانت الأول مدرسة، بعد كده ابتدت تبقى جامع، وده كان في نهاية العصر الأيوبي، لكن هي احتفظت بنفس التخطيط برضو في العصر العثماني. ما تبقاش منه غير اللوحة التأسيسية اللي موجودة في ضريح رضوان، اللي هو اللي موجودة عند صحن المسجد. والمسجد طبعا متسجل كأثر، يعني يعتبر من الآثار بقرار سنة 1951 ميلادية. ورواق مسجد أحمد البجم بيعتبر من أعظم الأروقة اللي علمت فنون القراءة والتلاوة وعلوم التجويد، ومن أبرز طبعا الناس اللي اتعلموا فيه أو الناس اللي تلمذوا في المسجد دوت كان الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمود الحصري. احنا هنا دلوقتي في رحاب ولي من أولياء الله تعالى، وهو العارف بالله الشيخ أحمد البجم. وده كده هنا المقام بتاعه، وهو هنا مدفون هنا في المكان دوت. الشيخ أحمد البجم جه من بغداد، ولما جه قرية إبيار وقف على مشارف القرية، فكان في حاكم ظالم أو حاكم طماع في الحكم فمنعه من دخول القرية. فالشيخ أحمد البجم بكى، ده بيقال يعني القصة اللي بتتقال ان هو بكى بكاء شديد جدا وحزن حزن شديد جدا. اللي حصل ان لما بكى فضلت الدنيا تشتي مطر لمدة 7 أيام، وكمان الدنيا أظلمت، فالناس راحوا له عشان يصلحوه. فلما هو صلحوه، يعني ابتدوا ان هم يصلحوه، امسك عن البكاء، فالدنيا امسكت عن المطر. دي القصة اللي بتقال عن كرامات الشيخ أحمد البجم. ودي منحة طبعا ربنا بيهبها لمن يشاء من عباده الصالحين. والمسجد بيحتوي على عدد 6 أضرحة للشيخ أحمد البجم. في عندنا طبعا المقام بتاعه أو الضريح بتاعه، وفي والدته السيدة زينة الفؤاد، وفي كمان ضريح سيدي رضوان وسيدي أحمد البجم الصغير. ومن الحاجات برضو المهمة اللي نعرفها عن المسجد ان المأذنة بتاعته كانت بترتفع عشرات الأمتار بنظام طبعا هندسي مبدع، ومن غير أعمدة، واستمرت على كده يعني
الفترات دي كلها او القرون دي كلها لحد ما تم تنكيسها واكتفوا بس بعدة امتار من الارتفاع بتاعها عشان سلامة المعمار الاثري، وعشان طبعا حماية المواطنين اللي ساكنين حوالين المسجد. المسجد مساحته حوالي تقريبا 34 متر طول وعرض 17 متر، وفيه كتير من الايوانات زي الايوان القبلي اللي موجود فيه المنبر، وموجود فيه مقام سيدي أحمد البجم والسيدة زينة الفؤاد والدة الشيخ أحمد البجم. وقرية إبيار مش بس موجود فيها نموذج مصغر للأزهر الشريف، لكن كمان فيها نموذج مصغر للسبيل اللي موجود في شارع المعز. ده كده قدامنا هنا، ده سبيل اسمه سبيل رمضان، وده الشيخ اللي شيده الشيخ محمد حسين رمضان، وده كان من أعيان بلدة إبيار. السبيل الحقيقة ان هو مسجل طبعا آثار، ده اعتقد يعني، لكن مهمل جدا جدا. وهنا في حد من اهل القرية فتح لنا البوابة. هنا احنا جوه السبيل، طبعا اهمال مش طبيعي يعني. المفروض المكان ده يترمم ويتعمل مزار، لان القيمة الأثرية بتاعته يعني تقريبا حوالي 1000 سنة. عمر دول كتير بالعمر دوت بيعملوا اي حاجة علشان تبقى عندهم آثار. احنا هنا دي الآثار وده الشكل بتاعها المهمل للأسف يعني. وقرية إبيار فيها حاجات كتيرة جدا جدا أثرية. الحقيقة هي الآثار الموجودة فيها بتدل ان القرية لها عمق في التاريخ بصورة يعني مختلفة من العصر الفرعوني. حتى المسجد اللي كنا فيه كانت العواميد اللي معمولة بيه كانت عواميد من العصر اليوناني ومن العصر الروماني ومن العصر الفرعوني. وقرية إبيار كان اسمها بني نصر، وذكرها المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي اللي اتولد فيها واللي هو من أبنائها، وكمان ذكرها المقريزي في خططه، وكمان الإدريسي، وحتى ابن بطوطة. وقرية إبيار فيها آثار قبطية زي دير ماري مينا، وفيها كنيسة السيدة العذراء. وأنا حاولت أخش دير ماري مينا لكن ما نفعش عشان كان في تجهيزات العيد. الحقيقة ان قرية إبيار من القرى اللي محتاجين ان احنا نسلط عليها الضوء، محتاجين نهتم شوية بالآثار اللي موجودة فيها، لان معظم الحاجات بتبقى جهود ذاتية من الأهالي. القرية جميلة، الجو فيها بيور، الدنيا فيها بسيطة. قرية لها تراث فرعوني وإسلامي وقبطي لا يستهان به، ومش بسيط أبدا ان هو يكون موجود ومهمل بالشكل دوت. مطلوب هنا من المسؤولين ان هم يهتموا بالقرية اهتمام اثري، نشوف الحاجات الاثرية اللي فيها ونحاول نرممها. لان انا شفت مأذنة، انا مش متذكرة المأذنة دي كانت ايه، بس كانت مأذنة لوحدها، وبيقال ان هي بقالها برضو اكتر من 1000 سنة. فبلدنا مليانة حاجات حلوة كتيرة، لو لفينا هنلاقي كل مكان فيه آثار، كل مكان له تاريخ وله قصة وله حكاية. واشوفكم في حكاية جديدة، اتمنى تكونوا استفدتوا معلومة جديدة وحاجة جديدة، شفتوا حاجة جديدة جميلة في بلدنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا بالقناة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.